موقف محرج اتعرض ليه الفنان عبد الحليم حافظ على ايد باربرا الزوجة الأمريكية للفنان الراحل رشدي أباظة وأم بنته اسمت، واللي خلاها دخلته الحمام وقفلت عليه. في يوم من الأيام في شهر رمضان الكريم أصر الفنان رشدي أباظة إنه يعزم الفنان عبد الحليم حافظ على الفطار، وبالفعل بعد ما حددوا اليوم اللي يفطروا فيه مع بعض وقبل الفطار بساعات خبط الفنان رشدي أباظة على دماغه وافتكر إنه ما بلغش باربرا عن العزومة، وقبل ما يسمع كلمتين في جنابه من كلام الستات خد بعضه ونزل على طول وحضر نفسه عشان ينزل يشتري فطار جاهز. وقبل ما ينزل بلغ باربرا ان في حلاق جاي اول ما يوصل تدخله على الحمام دغري وهو جاي على طول. وبعد دقايق خبط الباب وفتحت باربرا لقت قدامها عبد الحليم حافظ، ولانها ست امريكيه ما كانتش تعرف مين عبد الحليم ده اصلا، وافتكرته ان هو الحلاق وخدته من ايديه كده على الحمام وقفلت عليه. واول ما وصل رشدي البيت باربا قالت له الحلاق وصل وفي الحمام. رد عليها رشدي وقال لها حلو جدا، انا هدخل اجهز بقى على ما الضيف يجي. ولما سالته مين هو الضيف قال لها ده مطرب من اشهر مطربين الوطن العربي، سيبيني بقى الحق اجهز نفسي. واول ما فتح رشدي الباب اتفاجئ بعبد الحليم في الحمام. سأله انت ايه اللي مقعدك هنا؟ رد وقال له مراتك يا سيدي، اول ما وصلت دخلتني الحمام على طول وقفلت عليا واتكسفت بصراحه اني اخرج، قلت جايز دي عوايد الخواجات. وتحول الموقف ده لأطرف موقف حصل لعبد الحليم حافظ، وكل ما كان بيتجمع مع رشدي في مكان كانوا يفتكروه دايما.